أهلا بيكم في بين السطور. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الكتب في مجال التفكير المالي وتكوين الثروة، كتاب الأب الغني والفقير. جهز قهوتك ويلا نبدأ. فكرت قبل كده إن اللي بتتعلمه في المدرسة مش كفاية علشان تنجح في الحياة؟ يعني إحنا بنتعلم نحل مسائل رياضية معقدة ونحفظ تواريخ ومعادلات، بس ولا حد بيعلمنا إزاي نكسب فلوس أو نستثمرها أو حتى نكون فريلانس. وهنا بيجي كتاب الأب الغني والفقير لروبرت كيوساكي. الراجل ده قرر يحكي لنا حكايته بين اتنين: أب فقير وهو والده البيولوجي متعلم متفوق لكن دايما في أزمة مالية، وأب غني والد صاحبه المقرب مش أكاديمي قوي لكن بيفهم في الفلوس وبيعرف يخليها تشتغل له. لو أنت شخص بيدور على الاستقرار المادي أو اتولدت في نفس الحلقة اللي كلنا اتولدنا فيها، فالكتاب ده جاي يهزك من جوه ويقولك افهم الفرق بين الأصول والخصوم، وما تشتغلش علشان الفلوس، خلي الفلوس هي اللي تشتغل علشانك. التعليم المالي مش رفاهية، دي ضرورة. لو عايز تفهم أكتر كمل معانا الفيديو. الفصل الأول: الأغنياء لا يعملون من أجل المال. تخيل معايا كده طفل عنده 9 سنين واقف محتار بين صوتين في حياته: أبوه البيولوجي اللي بيشتغل في التعليم وبيقرر على ودنه ذاكر كويس عشان تلاقي شغل محترم، وصوت تاني صوت أب صاحبه راجل عصامي بيقول له ما تشتغلش عشان تاخد مرتب، خليك إيه تدفع المرتبات. هنا تبدأ أول صدمة في دماغ روبرت كيوساكي. في الفصل ده الكاتب بيحكي إنه بدأ يشتغل عند الأب الغني وهو صغير مقابل 10 سنت في الساعة، شغل ممل وروتيني، وفضل مستحمل عشان يتعلم مش عشان الفلوس. وفي يوم قرر الأب الغني يوقف عنه المرتب. روبرت اتصدم، بس الأب الغني قال له الجملة المفتاحية: الأغنياء لا يعملون من أجل المال، هما بيخلوا الفلوس هو اللي يشتغل ليهم. يعني إيه؟ يعني بدل ما تضيع عمرك في شغل بيستهلك وقتك عشان شوية فلوس بالكاد تكفي، اتعلم تبني أصول، حاجات تجيب لك دخل من غير ما تشتغل كل لحظة، زي الاستثمار في المشاريع أو العقارات أو الأسهم. الفصل ده واللي يفتح عينك على فكرة إن الناس العادية بتخاف من الفقر، تشتغل أي شغلانة وتفضل عايشة في دوامة تشتغل عشان الفلوس تصرفها وبعدين تشتغل تاني. لكن الأغنياء بيفكروا إزاي يكسبوا من النظام نفسه، مش بس يجروا ورا المرتب. الدرس اللي كيوساكي بيقوله هنا بسيط لكن عميق: لو فضلت تشتغل علشان الفلوس بس هتفضل عبد ليها طول عمرك. وهو ده أول فرق بين الأب الغني والأب الفقير. الفصل التاني: في الفصل ده روبرت بيبدأ يسأل السؤال اللي عمره ما اتسأل في المدرسة: ليه محدش بيعلمنا إزاي نتعامل مع الفلوس؟ إحنا بنتعلم من كل حاجة إلا أكتر حاجة هنحتاجها كل يوم بعد التخرج. الأب الفقير بيقول ذاكر كويس، خد درجات عالية عشان تشتغل في وظيفة محترمة. لكن الأب الغني كان عنده رأي تاني: اتعلم ازاي تخلي الفلوس تشتغل عندك بدل ما تفضل طول عمرك تشتغل عشانها. الفرق في الفكرة الأساسية هي إن الأب الغني شايف القوة في المعرفة المالية، أما الأب الفقير شايف الأمان في الوظيفة. يعني إيه؟ يعني بدل ما تشتري أول ما الفلوس تيجي، لازم تتعلم تحتفظ بيها، تستثمرها وتخليها تجيب لك فلوس تانية. زي مثلا تخيل معاك 1000 جنيه، الأب الفقير هيقولك هات حاجة نفسك فيها من زمان، أما الأب الغني هيقولك طب ممكن تشتري بيهم كتب تتعلم منها، أو تبدأ بيزنس صغير، أو حتى تحطهم في حاجة تكسبك أكتر. الفكرة مش إنك تحرم نفسك، لكن إنك تفكر بذكاء. روبرت في الفصل ده طرح الطريقة اللي بيفكروا وبيتحركوا بيها كل من الفقراء والأغنياء ناحية الفلوس. ومن أهم الحاجات اللي الأغنياء بيفهموها كويس جدا هو بيان الدخل، وهو بكل بساطة عبارة عن جدول بسيط جدا بيقولك ايه اللي داخلك من فلوس اللي هو الدخل، وايه اللي خارج منك اللي هو المصروفات. بس روبرت بيضيف عليه جدول تاني مهم جدا: الأصول، الحاجات اللي بتجيب لك فلوس، والخصوم، الحاجات اللي بتسحب منك الفلوس. خليني أشرح لك مثال عشان تفهم. أميرة شغالة في وظيفة ومرتبها 5000 جنيه، دي تبقى دخلها. لو أميرة دفعت منهم إيجار، أكل، مواصلات، ده كده اسمه المصروفات. لو أخدت كارد عشان تشتري موبايل وبقى عليها أقساط كل شهر، بيبقى ده اسمه خصوم. طب لو حوشت منهم جزء واشترت بيهم أسهم بتجيب ربح شهريا، بيبقى ده اسمه أصول. هنا الأب الغني بيقول الذكي هو اللي يخلي الأصول تكبر وتغطي مصروفاته، أما الفقير بيشتري خصوم فاكر إنها أصول، زي عربية بالتقسيط بتنزل من قيمتها. الغني بيشتري أصول حقيقية زي مشروع، سهم، عقار بيأجره. يعني بدل ما تشتري حاجة شكلها شيك بس بتنزف فلوس، فكر تشتري حاجة تطلع لك منها فلوس. الخلاصة افهم انت فين واشتغل ان جزء منها يشتغل عندك. وبيان الدخل مش لازم يكون ملف اكسل معقد، ممكن ورقة وقلم نقسم فيها عمود للداخل وعمود للخارج وتبدأ تراقب. الفصل الثالث: اعتني بعملك الخاص. روبرت هنا بيقولك بصراحة
الناس بتركز على شغلهم كوظيفة وبتنسى شغلهم الحقيقي اللي هو يبنوا ثروتهم. يعني لو انت بتشتغل موظف من 9 ل 5 فده شغل الناس، مش شغلك الحقيقي. شغلك الحقيقي هو انك تبني اصولك وتجهز لنفسك مصدر دخل مستقل حتى ولو بسيط، بس بيكبر مع الوقت. الفرق بين الوظيفة والعمل الحقيقي هي ان الوظيفة بتأمن لك دخل شهري مؤقت، لكن العمل الحقيقي هو انك تمتلك اصول زي مشروع صغير او عقارات. الناس بتهتم بس بالمرتب وبتنسى تبني نفسها. روبرت بيقولك معظم الناس بتشتغل عشان تدفع فواتير، مش عشان تحرر نفسها ماليا. كل ما الفلوس تزيد المصاريف بتزيد، أبجريد موبايل، عربية، لبس. المفروض هو إنك تبدأ تبني أصولك من بدري حتى لو دخلك بسيط. حوش منه جزء واشتري أصول، زي مثلا اشتري أسهم شركات بتوزع أرباح، مشروع أونلاين بسيط بيجيب لك دخل، تأليف كتاب، كورس أو قناة يوتيوب بترفع فيديوهات مفيدة. العبرة هنا مش بحجم الدخل، العبرة باللي بتحتفظ بيه وبيكبر. ممكن حد مرتبه كبير لكن ما عندوش ولا أصل، وفي شخص تاني مرتبه صغير بس بنى أصول شغالة وحرر نفسه ماليا. هديك مثال بسيط. علي بيقبض 7000 جنيه وكل شهر بيصرفهم على ترند لبس، قسط موبايل جديد، خروجات وفسح. وعندنا محمد بيقبض 4000 جنيه بس بيحوش 500 جنيه كل شهر وبدأ يبيع منتجاته على النت، وبعد فترة بقى عنده دخل إضافي بيكبر. محمد هنا بيبني عمله الخاص، أما علي بيستهلك بس. الخلاصة، خلي عندك شغل خاص بيك حتى لو عندك وظيفة، لازم تكون بتبني لنفسك أصول. الفصل الرابع: تاريخ الضرائب ونفوذ الشركات. الفصل ده بيكشف لك حقيقة مش بنسمعها كتير. الضرايب مش دايما كانت موجودة بالشكل اللي احنا شايفينه، واللي اخترع الفكرة دي مش الأغنياء، بالعكس، الناس العادية كانت شايفة إن الأغنياء لازم يدفعوا أكتر. لكن المضحك إن الأغنياء استخدموا القوانين نفسها عشان يتهربوا أو يقللوا ضرايبهم. الضرايب بدأت كفكرة نبيلة وانتهت كعبء. الناس زمان كانت بتقول الأغنياء لازم يدفعوا ضرايب أكتر، لكن اللي حصل الأغنياء عرفوا يستخدموا الشركات كدرع ضد الضرايب. الشركات مش بس كيانات كبيرة، هي دروع ذكية. الشخص العادي بيكسب، بيدفع الضرايب، بيصرف الباقي. أما الشركة بتكسب، تصرف على نفسها، سفر، أكل، عربيات، وده تحت مسمى لقاءات للإدارة، نفقات الشركة، وبعدها بتدفع الضرايب على اللي فاضل. يعني الشركة بتدفع الضريبة في الآخر مش في الأول زيك. المفتاح هو الذكاء المالي. روبرت بيقولك أنت محتاج تتعلم القوانين مش عشان تخالفها، لأ، عشان تستخدمها لصالحك. الناس الأغنياء عندهم محامين ومحاسبين بيساعدوهم ويقللوا الضرايب بشكل قانوني. لازم تفكر زي الشركات حتى لو انت شخص عادي، مش لازم تبدأ شركة عملاقة، بس فكر في مشروع صغير باسم تجاري. اتعلم الفرق بين الدخل الشخصي ودخل الشركة. اسأل نفسك ازاي ممكن أكسب من مهارة عندي تحت اسم تجاري، وابدأ اتعامل مع مشروعي ككيان مستقل. مثال بيوضح أكتر اللي الكتاب عايز يوصله لنا. نهى عندها مهارة في التصميم، بدل ما تشتغل فريلانسر بشكل عشوائي سجلت مشروع باسم تجاري واشترت لابتوب وأدوات باسم المشروع. بقت تصرف من دخل شركتها وتدفع ضرايب بس على الربح الصافي. يعني بعد ما تكسب الفلوس وتعمل اللي عايزاه بيه تحت اسم نفقات الشركة، والفلوس المتبقية هي اللي بتدفع عليها الضرايب. عندنا مروان بيكسب نفس الفلوس من تصميم اللوجوز، كان بيقبضها كفرد ويدفع عليها الضرايب كاملة. الفرق إنها بتشتغل بذكاء مش بس بجهد. الخلاصة، الأغنياء بيخلقوا المال عن طريق القوانين، مش دايما عن طريق الشغل. استنونا في الجزء التاني من كتاب الأب الغني والأب الفقير. وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الكومنت.